هتتفاجئ في يوم وتلاقي اسمك داخل في موضوع انت اصلا مالكش فيه. ناس بتتكلم وناس بتفتري وناس بتقول عليك كلام مش فيك اصلا. وقتها هتشوف وشوش انت اكتر واحد كنت فاكرهم ان هم دول الناس اللي بيحبوك، وتكتشف انهم هم دول نفس الناس اللي بيتمنوا وقوعك في يوم من الايام. هيجوا عليك وهيكسروك بدون سبب، ويقولوا عليك حاجات ما حصلتش اصلا. ناس هتبان حقيقتها في وقت الازمه ووقت الجد، وناس كنت شايلهم فوق راسك هيبيعوك ببلاش. بس ما تخيلتش انه ده هيكسرك. في حاجات ربنا بيخليها تحصل مش علشان غلط، بس عشان ربنا بيظهر لك مين اللي ينفع يكمل في حياتك ومين اللي ينفع ما يكملش. هما مش بيكرهوك لانك وحش، بيكرهوك علشان انت مش شبههم. لا بعت ولا نفقت ولا كنت تابع ليهم في يوم من الايام، وده كيدهم. افتكر دايما اللي بيغلط فيك علنا عمره ما حبك سرا، واللي بيشكك فيك عمره ما كان صاحب ليك بجد في يوم من الايام. لو الناس كلها بعدت ربنا بيقرب، وده مكسب الدنيا مش الخسارة. يعني انت لو كسبت الناس وخسرت ربنا انت كده خسران، لكن لو كسبت ربنا وخسرت الناس انت كسبان كده دنيا واخرة. ربنا شايف وسامع من فوق سابع سما، وبيجهز لك النهاية اللي تفرحك حتى لو كل الدنيا ضدك. اطمن،